السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من قناة مريم. السلام عليكم اختي، نتمنى دايرين بلون مليح ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. اذا انا مختواري خمت خدمه الطريقه هنا مو خاصك يعني تكر مسمنات نيجنار مسمنات نقص نشين مسمنات نقدوح اخم دمرا يعني مو الطريقه مخترعه عند كلشي. تمنى نتقمرا كنا ونتمنى لكم عجبا ان شاء الله. و كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نقدم لكم طريقتي في تحضير مسمن ديال الغراف مسمن ديال الزمان اللي كيعقل عليهم. بصراحه ما كنستغناوش عليهم وكيعجبونا بزاف وكيجيو مقرمشين وكيعجبوا حتى الوليدات الصغار وكيجيو لذاذين. كيف ما كتشوفوا معايا هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج. بالنسبه للدقيق غديروا الكميه اللي بغيتو ديروا. وهنايا درت شويه الملحه، واحد الخماره ديال 7 غرامات اولا 8 غرامات. المهم غنديروا خماره وحده وشويه الملحه يعني رشه ملح، واحد الفانيلي التنسيم. وغنحتاج ليمونه ولا حامضه وحده. غادي نحتاج القشر ديالها نديرو من الفوق ديال الدقيق يعني باش نسم شويه المسمنات ديالي. كنتمنى يعجبكم وتجربوهم حتى نتوما. بصراحه ساهلين التحضير وسريعين، تقدروا يعني توجدوهم في اي لحظه. اذا انا مختوارين هتلقى كيكم راه مسمنات نقدوه. اتمنى نجرب مركني وتمنىكم عجبان. ثانيتين بالنسبه نوارن يعني تقدر على حساب الكميه خصها تقد، خصها تقد شويتين، خصها تقد بزاف. وهذا تقد خاص شويتين مراح، شويتين ديجن فاني، ديجن خميره تسكوخ من 7 غرامات 8 غرامات. المهم ديجن الخميره وصافي. نلقى خاص قشور ليمون نحكي خاص صراح تنسى مثل شي حاجه تسندي تسفحانين. وصافي نجمع العجين سواء ما عادي ماشي دافئ يعني ما نحملشيه. ومن هنايا غادي نجمعوا العجين بالماء عادي ماشي دافئ. صافي غنبقى نجمع باليدين ديالي بشويه بشويه حتى يعني نحصل على واحد العجين متماسك وما يبقاش يعني كيلصق في اليدين. من بعد غادي نحطو على طاولة العمل وغادي ندلك فيه بحال كيف ما كندلكو في المسمن العادي. المهم مختوارين بعد ما كمل كلشي صافي غاس امان عادي ماشي حمان، اما تباتش عادي وما نوع باقشي يعني تقدا على حساب العجين حتى يجمع. صافي ديري تلصقش كفسن ومن بعد تسلسل خميس كوزينات كذا مليح مخ ندلك يعني مخ نتوق المسمنات عادي ضروري المسمنات خصها تقند مليح مخ ما قد. المهم كيف ما كتشوفوا حطيت هنايا العجين على طاولة العمل وغاد يعني نبقى نعجن فيه مزيان. كيف ما كتعرفوا ضروري العجينات المسمن كيف ما داروا المسمن غادي تعجنوهم مزيان. المهم صافي من بعد ما عجنتهم مزيان حتى ما بقاش يعني كيلصقوا في اليدين ولات عجينه متماسكه حطيتها على جانب وخليتها ترتاح واحد شويه. المهم بعد ما وقفت مليح صافي جيت ذايح شي حاجه ومن بعد تيتكسى يعني يجي اختي 5 دقائق 10 دقائق من صافي كسختي. من بعد هاد الشكله يعني دقيق دوائر العجينات يعني دي بولارين تي مزيانين. صافي ضروري دير شويتين الزيت كفسن باش يعني تلصقشي ديري تسند يعني دي بولارين نيشان. المهم ما كيف ما كتشوفوا هنايا من بعد ما عجنت العجين مزيان خليته يرتاح على جانب لواحد 5 دقائق او 10 دقائق. صافي كنحيد العجين وكنحاول نكور فيه على شكل كويرات وكنحطهم على جانب وكناخذ الكويره الاولى من بعد كنقرص فيها بهذه الطريقه هذه كيف ما كنقرصوا في المسمن العادي. كندهن يدي بالزيت وكنقرص فيهم. المهم مختوارين بعد ما كورخت كلشي نجي حنت شي حاجه كسيت العجينه مزكاروط. صافي المهم قرصت كلشي مختوارين ضروري نتقرص شويه زادين كسيت جريت مزيت قساسن. صافي شكل على شكل خطوط مختوارين. المهم تقصغ الطريقه طريقه زوين بزاف ونتمنىكم عجبت راكني ان شاء الله. المهم من بعد ما شكلتهم وقطعتهم على هذا الشكل هذا هنايا كنت سبقت وحده درتها في
في الغراف ضروري كنحتاجو واحد الغراف يكون طويل وغارق بحال هذا وما كيديش حتى الزيت بزاف. كنشدو المسمنه ديالنا وكنحطوها بهذا الشكل هذا. من بعد كنخليوها طيب وكنقلبو فيهم باش ما يتحرقوش وحتى كيطيبوا من جميع الجوانب. المهم مختوارين بعد ما قسختن صافي كسيختي تسوسيختك الزيت ثانيتين غيجو غارف يعني يوجو تلقاو كسيتي الزيت بزاف وفي نفس الوقت سنتي تساكسر مسمنه تصبحانين نشي نقصر بسمنة نقدو حيت نهار كيفنت بزاف الا تعجب ندانا وعاد روح تعجب ندانا غير حاش ثاني جاني جناط قيمة يعني هم دعي سخانة تعجب انا وفي الصراحة المذاق ذا سبحان بزاف جنهار نتقيفنت بزاف تكاشوشن تسنديتو زغنت. المهم صافي تانيتين الطريقة مختنعنات الطريقة داون بزاف. المهم كيف ما كتشوفوا هذه هي الطريقة باش كيطيبوا كنبقاو يعني كنقلبوا فيهم حتى كيطيبوا من جميع الجوانب وفي الاخر كيجيو مقرمشين ولذاذين. كيف ما كتشوفوا هنايا من بعد ما طابوا حيدتهم كلشي وخليتهم في واحد الشبيكه كيتقطروا من الزيت. من بعد هنا كنحطهم في واحد الطبسيل كندير لهم السكر كلاصي من الفوق مختوارين. بعد ما وانت كلشي حماضه مختوارين صافي كيخنت نشبكيت قيطان شي حاجه كيزيتني داك السن ومن بعد كيخنت كيجن التبصيره خاصني السكر كلاصي يعني السكر حاي. بالنسبه للتزيين كنيوه تقم من تخصم خاص راكو في تور كوكو يعني تقم ذنبان تقم كلشي من مغاخو نيوشي سيرو نيوشي حاجه. المهم كوريج من داسي تعجبان وصافي تينا درب سمنة النغنارات من ديري عجبن داكم وتمنى نجربهم ان شاء الله وما عجبن داكم وتمشي تقومي تعليق سبحان وتمشي تشترك من القناتين ونيك اشترك الشيعات وتمشي تقوم جيم. والمهم كيف ما كتشوفوا هنايا هذول هما المسمنات ديالنا ديال اليوم. كنتمنى يكونوا عجبكم ان شاء الله وكنتمنى تجربوا الطريقه ديالي انا متاكده غيعجبكم بزاف. وكنقول لكم ما تنساوش تشتركوا في القناه اللي باقي ما مشتركش باش دائما يوصلكم كل ما هو جديد. وما تبخلوش عليا بشي تعليق زوين من التعليق ديالكم زوينه بطبيعه الحال الا عجبكم الفيديو. وما تبخلوش عليا بشي لايك ضروري لايك الفيديو قبل ما تشاهدوه حتى الاخير. وكنقول لكم هذه هي الوصفه ديال اليوم نتلاقاو في فيديو جديد في وصفه جديده ان شاء الله. نلقاكم مساكاكين فيديو جديد ان شاء الله.